النهارده هنحضر ألذ كيك غني جدا ومتسقسق ومنتهى الطراوة من جوه وطعمه خطير. استخدمت كوباية وربع من السكر، وكمية السكر دي معتدلة جدا بالنسبة للإضافات اللي هنضيفها، وضفت معاهم 3 بيضات مطلعاهم من التلاجة وبدرجة حرارة المطبخ. وطالما ضفنا البيض بنضيف الفانيليا، وبما اننا بنحضر كيك برتقال ففضلت ان انا استخدم معاهم فانيليا بطعم البرتقال. وببتدي ان انا اخفق البيض والسكر مع بعض، وطبعا لو متوفر مضرب كهربائي تقدروا ان انتوا تستخدموه. وبستمر في الخفق لغايه ما بتاكد ان كل حبيبات السكر دابت تماما، لغايه ما لون الخليط كمان بيتحول من اللون الاصفر للون الابيض. وفي الوقت ده ببتدي ان انا اضيف معلقتين من الزبادي، وبضيف معاهم كمان عصير برتقانه. وعصير البرتقانه انا كنت عصراه على العصاره، تقدروا ان انتوا تعصروه في الخلاط لو حابين. بعد كده ضفت تلت كوبايه من الزيت، وابتديت ان انا اخفق المكونات تاني مع بعض كويس جدا لغايه ما الزيت تدخل مع باقي المكونات. وفي الوقت ده بضيف المكونات الجافه واللي كانت عباره عن كوبايتين ونص من الدقيق، نخلتهم كويس جدا. وضفت عليهم باكيت من البيكنج باودر ومعاهم رشه ملح. واذا انتوا هتستخدموا بشر البرتقال فيفضل ان انتوا في المرحله دي تضيفوا معلقتين من النشا تغلفوا بيهم البشر في الاول. ولتعزيز اللون والنكهه استخدمت كوبايه من الميه الغازيه بطعم البرتقال، تقدروا تستبدلوها بالحليب او حتى بالفروتي او التانج، تقدروا تستبدلوها باي سائل حابين ان انتوا تضيفوه في الوقت ده. وبستمر في الخفق لغايه ما بوصل للقوام ده. وفي الوقت ده كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 190، وكانت اوريدي وصلت لدرجه الحراره دي. بعد كده ببتدي ان انا اصب خليط الكيك في القالب او الصينيه اللي هدخله الفرن. النهارده استخدمت الصينيه بايركس مقاس 30، ولنفس كميه المكونات دي تقدروا تستخدموا لغايه صينيه مقاس 32، هتطلع الكيك مرتفع وهشه معاكم. واذا حابين تعملوا كميه اقل تقدروا تنصصوا او تستخدموا نص المكونات اللي انا استخدمتها، وبعد كده تقدروا تعملوها في صينيه مقاس 24. بعد كده علشان افرج الهواء الزياده اللي في الكيك ببتدي ان انا اما ان انا اخبط الصينيه كده خبطات خفيفه، خلي بالكم انا حاطه تحتها فوطه، او ان انا ببتدي ان انا اتحرك جواها بالعصايه بتاعت شيش طاووق. والكيك دي اخدت معايا جوه الفرن من 25 ل 30 دقيقه. بعد كده ببتدي ان انا اختبرها زي ما بختبر اي كيك، بان انا بحط جواه سكينه او ستيك الشيش طاووق وبتطلع نضيفه من جوه. وسبت الكيك على جنب تهدى شويه على ما كنت بحضر طبقه الجليز او طبقه الصوص اللي بنحطه على كيك البرتقال من فوق. وده اختياري، لو مش حابين ان انتوا تعملوه تقدروا تلغوه، لكن انا استخدمت فيه كوبايه ونص من عصير البرتقال، وضفت عليهم 3 معالق كبار من السكر، ومعاهم معلقه من النشا. ومعلقه النشا اللي استخدمتها كانت معلقه كبيره، لو حابين ان انتوا تقللوا عن كده تقدروا ان انتوا تقللوا، لكن انا كنت حابه ان الصوص بتاعي يبقى ليه سمك كده وانا بحطه على الكيك، مش اول ما احطه على الكيك يعني ينزل وما يبانش. لكن لو حابين ان انتوا تضيفوا صوص خفيف هتقدروا ان انتوا تقللوا النشا عن كده شويه. وبقلب كل المكونات دي مع بعض على البارد قبل ما برفعها على النار كويس جدا لغايه ما بتاكد ان النشا دابت. وما بتاخدش وقت على فكره، علشان الاسيديتي اللي في العصير البرتقال فهي ما بتاخدش وقت خالص على ما بتدوب. واول ما بتدوب برفعهم على حراره متوسطه واستمر في التقليب لغايه ما بوصل للقوام اللي انا حباه. طبعا هي ما بتاخدش على النار حوالي 3 او 4 دقايق، خلي بالكم عشان احنا مش عايزينها تتحول لمهلبيه، احنا بس عايزينها مجرد ان هي تكون صوص او جليز خفيف كده. فهي على النار بتاخد تقريبا دقيقتين بالظبط. بعد كده ببتدي ان انا اسقي بيه الكيك وهو سخن. انا بفضل ان انا اسقي بيه الكيك وهو سخن بحيث ان الكيك تتشربه من جوه وتكون دنس كده وطريه قوي من جوه. وحقيقي الصوص ده من اكتر الحاجات اللي بتحول طعم كيكه البرتقال فعليا وبتخليها طعمها خطير. هي بالظبط بتكون نفس طعم شرايح كيك البرتقال، عارفين اللي بنشتريها من الكافيه المشهور اللي احنا عاملين له كلنا مقاطعه دلوقتي؟ هي بالظبط بتكون نفس الطعم ده بنفس طعم الجليز بتاعها. واذا عندكم حد مش بيحب طعم الجليز او بيحب الكيك تكون ساده فما تضيفوش الجليز على كل الكيك، خلوه بس عند التقديم. وشوفوا قد ايه الكيك مويست وقد ايه طريه يا جماعه، بجد طعمها خطير. هقول لكم دلوقتي على شويه نصايح تقدروا تعملوهم سواء كنتوا بتعملوا كيك برتقال او ايا كان نوع الكيك اللي انتوا بتعملوه. ويفضل كمان لو بتعملوا سبونج كيك، لما الكيك بتاعتكم تستوي جوه الفرن خلوا الفرن شغال بعدها لمده 3 دقائق بالظبط. بعد كده ابتدوا في الفرن. واخر خطوه انكم بتفتحوا الباب للزاويه 45 او فتحه خفيفه للباب، وبتخلوا الكيك جواها لمده 3 دقائق كمان. بعد كده في الوقت ده تقدروا ان انتوا تطلعوا الكيك بتاعتكم وهتطلع ناجحه جدا. الخطوات اللي عملناها دي مهمه قوي، فعلا بتخلي الكيك بعد ما بيطلع من الفرن مش بيهبط، لانه في ناس كتيره قوي بتشتكي انه ايه سبب ان الكيك بيهبط بعد ما بيخرج من الفرن، لانه ببساطه الكيك بنخرجه مره واحده من درجه الحراره العاليه، فده بيخلي الكيك بيهبط مع ناس كتيره لما بيكون فعلا ما استواش كويس جوه الفرن. ولان انا اساسا كيكر فكنت بعمل الخطوات دي وكنت بطبقها كويس جدا حتى لما كنت بعمل التورتات. جربوا الخطوات دي وقولوا لي على رايكم فيها، وجربوا كيكه البرتقال، وحقيقي لو جربتوا الريسيبي دي مش هتغيروها ابدا. اكتبوا لي في الكومنتس على التريكس بتاعتكم في كيكه البرتقال، ايه اكتر الاكلات اللي انتوا بتحبوا تاكلوها في الشتاء وحابين اننا نعملها مع بعض. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.